السلام عليكم خواتنا احبابنا اينما كنتم وحيثما وجدتم اهلا ومرحبا بكم. يعني كل مره يخرج لنا واحد جديد يستفز المواطنين في تصريح ما على بالناش من راهم يخرجون. نشوفوا خواتنا هذا الامين العام تاع الرند، نشوفوا واش راه يقول ونريبونديو عليه. احنا حابين نشوفوا هذه الهجره تكون هناك هجره معاكسه تجاه الجزائر، وراح تكون ان شاء الله في المستقبل. ياش ما عاون يقدروا يشموا هوا كيما الهوا اللي يشموه عندكم، ما كانش. يعني واش راه يقول لك هنا؟ يعني استفزاز للمواطن ديريكت، يعني اوبليغاتوار، يعني تكون ساكت في رحمه ربي يجيك واحد كيما هذا يخلط فيك. راهم يستفزوا فينا يوميا، ساعه بنقرينا، ساعه حنون، ساعه هذا بوذن، كل ساعه يخرج لنا واحد. المهم هذا واش قال لك؟ يعني قال لك باللي راه كيما قالوا اللي قبلوا، قال لك تاع اللي قبلوا، قال لك تاع الشعره الصفراء تجي لهنا، يعني الهجره المعاكسه. الان هذا ثاني كيف قال لك الهجره المعاكسه، يعني يعياو يجيو لهنا على جال واش؟ على جال الهواء النقي تاع الجزائر. بالفعل يعني الجزائر عندها هواء نقي، ماشي غير الهواء، في كل شيء. الهواء النقي هذا اولا ماهيش حاجه باش تفتخر بها، لانها ماهيش مصانع ولا زراعه ولا اقتصاد ولا حاجه اللي خدمتوها انتوما المسؤولين، هما المسؤولين على كل شيء. ماهيش حاجه اللي تفتخروا بها، هذا هو تاع رب العالمين بالفعل، يعني الهواء نقي، ولكن انتوما وسختوه بالفساد والرشوه والحقره والبيروقراطيه والى غير ذلك. الهواء هذا انتوما اللي لوثوه. الهواء نقي بالفعل، واي دوله تتمنانا، ورب العالمين ماشي غير عطانا الهواء، نزيد لك حوايج اخرين. يعني الجزائر عطانا رب العالمين الهواء نقي، عطانا الفصول الاربعه، عطانا الصحراء، عطانا التل، عطانا البحر، عطانا الذهب، اليورانيوم، الفوسفات، الحديد، المناجم، المحروقات بكل انواعها، الغاز، البترول، كلش عطانا ربي. يعني ارض الشهداء مسقيه بدم الشهداء. رب العالمين يعني رخاها على الشعب الجزائري، قال للارض اخرجي خيراتك للشعب الجزائري، وقال للسماء انزلي خيراتك على الشعب الجزائري. ولكن حاجه واحده اللي ما كاش، وهي العداله الاجتماعيه. اذا كان العداله الاجتماعيه ما كاش، يعني كلش في نقص واحد، يعني كلش يروح في الفارغات فرغا. يعني على تصريح تاعك الهواء، قال لك في عيا الناس تجي لهنا على جال الهواء هذا. الشبيبه راهي اكل بكري، دوك الناس اكل راهي تحوس تهجر من البلاد هذه. بكري كان يقول لك حلم الشباب، ماشي بكري حوالي 7 سنوات 8 سنوات كان يقول لك حلم الشباب وهو الهجره. اليوم راهي الشعب الجزائري كامل لو يديروا نهار واحد يحلوا فيه الطريق، اللي حب يخرج غدوه ما تلقى حتى واحد هنا في الجزائر. شيوخ، شباب، كهول، نساء، عجايز، اكل. هذا دليل على فشلكم. الهواء هذا، الهواء النظيف اللي راك تتكلم عليه، اللي يجيو من اجله الشباب، الناس، الشعب الجزائري راهو يهجر منه. علاه؟ لانه هنا يعني في كل شيء، حتى في التضييق يعني اصبح الناس ما تقدرش حتى تتكلم على حقها. يعني مع السلطات المحليه، واحد يتكلم على السلطات المحليه حق روح، سواء مير ولا شيف دائره ولا مجلس بلدي، ما عطاولوش حقه يتكلم. ماشي يتكلم، يكتب عليه في الفيسبوك، عنده كل كلمه بعام حبس. ماشي قال يعني تجيو تشوفوا انتم المواطن هذا على راه يتكلم على حقه وتشوفوا يعني تتحقوا هل صح ولا ماشي صح. تشوفوا الفساد اللي راه صاري، ماهوش مقال يقول ماشي. احنا ماش راح يقول لك يعني ملفاتنا الخاصه وتسريباتهم، كلش راهو كلش واضح. لو نديك انا البلديه تاعنا على الدخله تاع البلديه، يعني 100 متر الاولى، لو تكون العداله يعني على الجميع، القانون يطبق على الجميع، في الدخله تاع البلديه تاعنا 100 متر الاولى نعت لك الفساد يمشي في الطريق، تشوفوا تقول له السلام عليكم ما يقلبها لكش الفساد، ولا يتقلش عليك، يمشي في الطريق وداير قرون كما يقول لك. في 100 متر الاولى نعت لك الفساد، يعني نص المجلس البلدي تحكم عليه بالمؤبد لو تكون كاينه عداله. نروح لك الابسط الامور، يعني نروح لك حتى للبناء الريفي فقط، نروح نديك غير البناء الريفي اللي هو ابسط الحقوق، اللي 70 مليون يعني ما دير لك والو. اولادكم انتم كي تطيح له 70 مليون ما يقدرش يضرح لك كان يهزها. 70 مليون تستقهوا بها. احنا المواطن يحلم بها 70 مليون كش ما يرقع بها برك في داره. الصباح يطمع فيها رئيس البلديه والنايب تاعو والاخر يمدوا فيها لحبابهم. كون قلت لك ندخلك في 100 متر الاولى في هذا في الملف تاع البناء الريفي، تدي نص من الحبس لو كان تكون عادله. نعقبك على الفيلا الاولى ولك تشوف الطروازيام ايطاج هذيك لا تيراس اللي راهي مبنيه في الطروازيام ايطاج هذيك، هي بناء ريفي حق واحد زوال عطاوها لك اللي هو دايرها في الطروازيام ايطاج على التيراس اللي ولادو يلعبوا بها. علاه؟ لانه
جوامير والله مير عنده واحد في البلديه حبيبه، نعقبك الاخر نقول لك تشوف هذاك اللي من تحت كل حوانت ومن فوق السكنه ومن فوق دايرها بناء، دايرها سكنه دوزيام ولا طروازيام، هذاك هو بناء ريفي. نزيد نعقبك الاخر نقول لك تشوف هذاك اللي قدامه زوج طوموبيلات عم تفهم الباب مقارين تاع 500 مليون 500 مليون، هذاك البنيه هذيك بناء ريفي. ونديك الاخر من هي مسكين زوالي يقدي كاري، وكاري يعني في واحد الدار يعني ارخص الاثمان، يحوس على الكرا رخيص مره، لانه ماهوش خدام عند الشعب مسكين، نهار كاين نهار ما كاش، حق الكرا ديفوا ما عندوش، هذاك حقه داه له هذاك اللي دارها طيرس على طروازيام. هذا هنا ضغط ولا ماهوش ضغط؟ هذا وين تعطي له هو يتنفس، هذا ما على بالو راه يتنفس في الاكسجين ولا راه يتنفس في الكيروزين، كي يشوف ولادو هكذاك مساكن يطايشوا، هذا هو الضغط. ولكن يعني كي يروح يتكلم على حقه في مواقع التواصل الاجتماعي، ما تروحوش تعيطوا للمير ولا تعيطوا تقولوا علاه كليت له حقه، تعيطوا ليه وتقولوا له تهضر في المير وعلاه تكشف في المير وتجيب لنا الدلائل وتجيب لنا هكذا. ومن بعد كي تروح الاخر ولاو مسؤولين كبار واش يقول لك المير هذا انتم اللي انتخبتوه، المير هذا انتخبوه نهار انتخبوه جا بوجه ملائكي، ومن بعد دورها عقليه ابليس، دخل في الاداره، عرف الدخله وعرف الخرجه وعرف كيف تمشي العقليه، يعني كلش لازم بالرشوه ولا ياكل الرشوه. صافي هذا المير فوتوا انتخبوا الشعب ما يتحاسبش، خلاص يدير واش يحب، معفو مغفور له، يعني يدير واش يحب. كان مير صح حاجه دوك جمير نهار جاب وجهه اليوم ولا فاسد يتحاسب. ولكن انتم هذا الضغط هذا ما تخليوش حتى الناس يعني باش تعبر على حقها، ماشي حريه تعبير بالمفهوم العالمي اللي يتكلموا على امور كبيره، يعني احنا باش يتكلم على حقه ما كانش هذا واش يدير الضغط، والضغط يولد الانفجار. يعني انتم اولادكم راهم يروحوا يديفوليو في المالديف وفي باريس وفي امريكا وفي اعتى واكبر العواصم العالميه وفي افخم الفنادق، وإحنا هنا ولاد الشعب ما تخليوناش حتى نديفوليو في مواقع التواصل الاجتماعي. شفت ورات وتجي تقول لنا يعني انتم كل ساعه يكذب علينا واحد ويقول لك يجيو لهنا على جال الهواء النقي. الهواء نقي صح، انتم اللي وسختوه يا سي بوذن، انتم وامثالكم. يعني انا نحير كي نشوف واحد كيما انت بالمستوى المنحط هذا، راك امين عام تاع حزب، يعني اذا باش تكون امين عام يعني ما لقيتوش واش تحطوا، حتى تحطوا ناس كيما هذو. شكون على الاقل شفتوا رواحكم ما تعرفوش تهضروا، ما قالوا لكمش بلي راكم تستفزوا في الشعب، يعني وراكم تديروا في الضغط للشعب هذا. على الاقل سكتوا ما تهضروش، ما كانش ما لقيتوش واش تحطوا. شكون يهضر الان؟ او يهضر غير كيما بوذن، يهضر هذا بنقرينه، تهضر حنون، غير الناس اللي ما نسمعوا لهمش. انا مواطن، انا ما عندي حتى علاقه مع الدوله، ماني منخرط لا في منظمه لا في حزب، ماني خدام عند الدوله، مواطن خدام بعرقي. انا الناس كيما هذو ما نسمع لهمش، وقيس عليا. يعني كاين ملايين تاع الشعب الجزائري انتم عندنا ما نسمعوكمش نهائيا، لا من الاستفزازات والكلام تاعكم التافه والكلام الكاذب تاعكم. احنا على بالنا بلي راكم تكذبوا، رانا صابرين لكم، لانه كاين فرق بين واحد راضي خلاص رضا سلم امره مسامي مرته مكسر رجليه وضربها برقده وقال لك الحمد لله راضي، وكاين فرق بين واحد صابر راه حاط رجليه على الجمر، يعني اليوم غدوه غير غدوه، ولكن نهار تلحق له السخانه للعظم ثم لازم ينتفض. هذا هو اللي راكم انتم توصلوا فيه الشعب هذا. على الاقل السلطات المحليه، على الاقل خليوا الشعب يهضر على حقه في السلطات المحليه، راه حقهم رايح الشعب الجزائري وما كاش اللي يهضر. انا كيف تشوف يدي جاني نهضر هنا مغطي وجهي، علاه؟ لانه ما كانش حريه، ما نهضرش على حريه التعبير، نهضر لك ما تقدرش تدافع على حقك. انا مش نهضر على حقي ولكن نهضر بصفه عامه. كي شفناكم تستفزوا فينا بالكلام وبالكذب لازم نريبونديو عليكم، ما نخلي، لانه اذا سكت اهل الحق اهل الباطل يظنون انهم على حق وانتم اهل باطل. يعني نخليكم تهضروا هكذا وراكم رايحين، على الاقل سكتوا. يعني في عهد بوتفليقه ربي يرحمه انا كنت نهضر بوجهي، وكنت نهضر في بوتفليقه نذكروا بالاسم ماشي نمعني برك، في بوتفليقه في اويحيى في سلال في عمار غول في زرهوني هضرت عليهم اكل، والحمد لله الحمد لله جامي ما حوسوش علينا. حريه التعبير قال لك خلي الشعب يديفولي، على الاقل يخرج واش في قلبه، يخرج على الاقل يهدر، ما يديرلكش الضغط. يعني في عهد بوتفليقه كانوا يضربونا، ولكن يقول لك ابكي على روحك، ابكي وعيط فرغ قلبك. انتم الان تضربونا والضرب تاعكم اكثر من الشيء اللي كنا نتلقاوه في عهد بوتفليقه. تضربونا وتزيدوا تقطعوا فينا البكاء، تضربوا الشعب وتقولوا ما تبكيش ما تهدرش. هذا هو الفرق بيناتكم. لهذا بوتفليقه صمد مده 20 سنه كامله، عرف البوان فابل تاع الشعب، خلى الشعب يديفولي يهدر بلا ما نكثروا خوتنا. المهم على الاقل كي شتوما رواحكم ما تعرفوش تهضروا ما تستفزوش الشعب، لانه الشعب هو يشوف
او شوف كي تقول لي انت يا الاول كان يقول لنا تجي الشعره الصفراء تاع تجي لنا الهجره المعاكسه، يعني ما حشمتش من هذا. كيف داروا الناس داروا مضحكه. زدت انت اليوم ثاني جيت تقول لهم كيف تكلم على الهجره، راهي الناس تجي على جال واش تجي على جال الهواء النقي. الهواء النقي في الجزائر صح، الجزائر كل حاجه فيها مليحه لو كان تخطيوها انتوما بالفعل. يعني الهواء نقي، وراني قلت لك واش فيها كان ما نضلوش نعاودوا، ولكن فزتوه بالفساد والرشوه والبيروقراطيه والى غير ذلك. اذا الشعب اليوم اصبح عنده ضغط، ما على بالو لا راه يشم فيه هو نقي ولا كيروزان ولا يسونس ولا مازوت. الشعب اللي راه عايش في ضغط، وضغط كبير يعني كثير. ولو تروح للمصحات النفسيه يعني الرونديفو بال 15 يوم بال 20 يوم، يعني ربي يجعل فيهم ان شاء الله المرضى. مين من الضغط هذا تاعكم انتوما؟ بالضغط تاع الحياه. يعني اذا كان 45 مليون بشر ما قدرتولوش في بلاد كيما الجزائر والثروات كيما الجزائر، يعني في دوله كيما الجزائر والثروات الطبيعيه، يعني الارض تمد والسماء تمد، وما قدرتش. يعني لو راكم الثروات هذه تفرقوها بالعدل غير 5% فقط من الثروات، 5% فقط تفرقوها بين الشعب الجزائري بالعدل، والله ثم صح الشعب الجزائري واحد ما يحتاج باش يروح للخارج، كرانا عايشين كيما الخليج والناس الكل تتمنانا. ولكن للاسف الشديد حتى ال 5% هذيك استخسرتوها في الشعب الجزائري. ملا سمعت سي بوذن، الشعب هذا راه ساكت لكم فقط، كي راكم تهضروا ما تقولوش بلي راكم على حق. والله يعني الهضره تاعكم راهي تقنعنا، الهضره تاعكم بالعكس راهي تستفز فينا يوما بعد يوم. على الاقل انا نصيحتي لكم والله غير سكتوا وتدركوا قد ما تقدروا. على الاقل انت اللي جاني هذه الايام ما هضرتش عليك، ما كنتش في بالي، ولكن كي جاني الفيديو تاعك هذا استفزتني، لازم نهضر عليك. ايوا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش خوتنا اشتراك في القناه، وجام دبر راسك خويا، الا كان عجبك الفيديو دير له جام، لا ما عجبكش حبيبي فوت عليه باسيه لصاحبك برك. السلام عليكم ورحمه الله.